مشكلة عند فقراء المسلمين، ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون. ترى ماذا يشتكون؟ أيشتكون غلاء الأسعار؟ أيشتكون قلة ذات اليد؟ لا، لأن حبيبهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيته نار. ذهبوا يشتكون، قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم ما تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33. فانظر إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم إلى المسابقة إلى الأعمال الصالحة، وأن الأغنياء لا يسبقونهم إلى الله عز وجل، فإنهم يقولون بلسان حالهم إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل، فإن نافسك أحد في الدنيا فألقها في نحره، وإن نافسك أحد في الآخرة فنافسه فيها. ولذلك لما سمع الأغنياء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا مثل ما فعلوا، فذهب الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون مرة أخرى يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما قلت ففعلوا مثل ما فعلنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فانظر حتى الأغنياء يسابقون الفقراء، والفقراء يسابقون الأغنياء في ماذا؟ في التقرب إلى الله عز وجل. فأين نحن من هؤلاء؟